السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. بعد الفيديو ده لو ما بتعرفيش تعمليها هتبقي أستاذة فيها. النهاردة هنعمل مع بعض القشطوطة بطريقة سهلة قوي 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 ولذيذة، مش تاخد منك وقت، ومكوناتها كلها موجودة عندك في البيت. هي لها 3 أسامي، ليها اسمها القشطوطة واسمها كيكة الحليب، يعني ليها كذا اسم. فاحنا النهاردة هنعملها بطريقة سهلة قوي ومكوناتها كلها موجودة في البيت، وحاجة كده خطيرة. هنعملها كمان بالكيك، هنعمل سبونج بيتي، مش هنعمل سبونج جاهز ولا حاجة، لا هنعملها بالسبونج البيتي عشان خاطر تبقى سهلة عليكي من كل النواحي ان انت تعمليها وما تشيليش هم اي حاجة خالص. طرية جدا والكيك كان سفنج كده وخطير. يلا بينا بقى نشوف الطريقة هنعملها ازاي مع بعض، والمقادير والمكونات كلها موجودة عندك في البيت. كيكة الحليب التركي بقى، القشطوطة، سميها زي ما تسميها، المهم ان احنا هنعملها دلوقتي بطريقة مفيش اسهل من كده. اول حاجة عندي 4 بيضات. البيض بتاعك لو كبير حطي 3 بيضات بس، لو صغير حطي 4. معاهم كوباية سكر، وكيسين من الفانيليا لو الفانيليا بتاعتك بودرة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا لو الفانيليا سايلة. تمام. بعد ما حطيت السكر مع الفانيليا مع البيض، هقول تاني 3 بيضات لو البيضة حجمها كبير، و4 بيضات لو البيضة صغيرة. عليهم كوباية من السكر، وعليهم كيسين من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا. وهضرب كل دول بالمضرب الكهربائي، ممكن تعمليهم بالمضرب اليدوي لو مش عندك، او في الخلاط، مفيش اي مشكلة. بس المضرب الكهربائي هيطلع لك النتيجة افضل بكتير قوي. تمام. هضرب الخليط دوت لحد ما قوامه يتقل معايا ولونه يفتح جدا. هي زي ما قلت لكم ليها 3 اسامي، الاسم الاولاني اللي هو كيكة الحليب التركي، والاسم التاني اللي هو القشطوطة، والاسم التالت اللي هو التريليتشا. كيكة التريليتشا وكيكة الحليب التركي والقشطوطة. انتي بقى حطي عليها الاسم اللي يريحك واعمليها بقى حاجة كده خطيرة. بعد ما وصلت للون اللي انتوا شايفينه دوت والقوام اللي انتوا شفتوه معايا دوت، نزلت عليها بكوباية الا ربع من الزيت. اهم حاجة الزيت ما يكونش ليه ريحة. ونص كوباية من الحليب، كوباية الا ربع من الزيت ونص كوباية من الحليب. وخلطتهم كده دوبتهم بس كده مع بعض، وهنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق. تمام كده. اهم حاجة الدقيق بتاعك تنخليه، اي كيك هتعمليه لازم تنخلي الدقيق بتاعك كويس اوي، عشان خاطر الدقيق لما بيتنخل بيدخل هوا كده في الكيك، بيخليه يطلع اسفنجي وحلو جدا، ما بيخلاش تطلع مكتومة. هقول معاكم تاني المقادير: 4 بيضات، كوباية سكر، كيسين من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية الا ربع من الزيت، نص كوباية من الحليب، كل دوت خلطته مع بعضه. المواد الجافة كوبايتين من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وانا مش عايزة اقلب، لا انا يعني هخلط بس كده المواد السائلة مع المواد الجافة بالراحة خالص، من غير ما اعملها بسرعة، وايدي تبقى في اتجاه واحد. تمام. الخليط دوت يعمل معاكي في صينية مقاس 24 او مقاس من 24 ل30. تمام. وحسب برضو العلو اللي انت عاوزاه للكيك بتاعك، يعني حسب العلو اللي انت عاوزاه فيه هتحطي الخليط فيه. انا عملت الخليط دوت في صينية مقاس 24، كانت مظبوطة جدا جدا جدا. جبت الصينية كده وحطيت فيها ورقة زبدة، مش عندك ورقة زبدة هتدهنيها دهنة كده من الزيت او السمنة، وهتعفريها شوية كده بالدقيق عشان خاطر لما تيجي تقلبيها بعد ما تستوي تبقى سهلة معاكي. انا حطيت كده ورقة زبدة، وهبتدي اصب الخليط كده في الصينية. الصينية دي زي ما قلت لكم مقاس 24، وطلع العلو بتاع الكيك بتاعي كان خطير. انا بحبها تبقى عالية شوية، مش بحبها ان هي تبقى رقيقة، بس برضو براحتك.
هقلبها كده بقى ايه بخلة بعصاية الشيش طاووق دي عشان اطلع كل الهواء اللي جواها، وهخبطها كده خبطتين على الرخامة قبل ما ادخلها الفرن. الفرن بتاعي مولعاه من قبل كده، لازم الفرن تبقى سخنة، وهدخلها الفرن غمض وفتحها هتلاقوها استوت. قلت بقى على ما الكيك بتاعي يكون استوى وياخد وقته في الفرن، هو هياخد حوالي بتاع نص ساعة كده، هبتدي ان انا اعمل الكراميل. عندي كده كوباية من السكر حطيتها في الحلة من غير اي حاجة خالص، ومش هقرب من السكر دوت لحد ما يبتدي ان هو ايه يكرمل كده من الجناب، يسيح كده السكر من الجناب. عندي بقى معلقة من النشا على كوباية من الحليب، دوبتهم كده مع بعض، واول ما السكر يبتدي يوصل للمرحلة دي كده من الجناب، هنا بقى في الوقت ده هبتدي ان انا احط فيه المعلقة. لكن قبل كده، قبل ما السكر يبتدي يسيح من الجناب كده عندك، ما تحطيش فيه اي معلقة خالص، عشان خاطر ما يكلكعش معاكي، ولو حطيتي فيه معلقة مش هيسيح. سيبيه لحد ما يبتدي يسيح كده من الجوانب، وابدأي بقى ان انت قلبيه بمعلقة، والافضل تكون معلقة خشب مش معلقة ألمونيا. يعني الألمونيا مش هتخسر يعني، وعادي مفيش مشكلة، بس الأفضل يكون يا معلقة خشب يا معلقة سيليكون. عايزة تغمقي لون الكراميل بتاعك عن كده تقدري تسيبيه شوية. أنا بالنسبة لي اللون ده كان حلو قوي، رحت حاطة عليه معلقة من الزبدة. بعد ما الكراميل كده أخد اللون دوت والسكر ساح تماما، نزلت عليه بمعلقة من الزبدة، وأول ما الزبدة تسيح هروح نازلة عليها بكوباية الحليب اللي حاطين عليها معلقة من النشا. طبعا السكر هيتكتل معاكي وهيبقى كده حتة واحدة على بعضها، ولا تشغلي بالك بأي حاجة. على نار هادية كده استمرار التقليب، قلبي فيه كده، وعلى نار هادية هتلاقيه فك ورجع تاني زي الأول. بس بصوا بقى ساح ازاي وبقى قوامه عامل ازاي. تركه هيسيح دلوقتي ويفك اهو، فك اهو بقى زي الفل. هو كده بقى القوام ده اللي احنا عاوزينه، وهو ده القوام المطلوب بالظبط. هسيبه بقى ان هو يبرد تماما، مش هينفع اشتغل فيه طبعا وهو سخن. هسيب الكراميل ده ان هو يبرد خالص، ولما يبرد لسه هيتقل تاني، يعني هو لما يبرد هيتقل تاني. على بقى ما الكراميل يبرد وعلى ما الكيك بتاعي يخرج من الفرن، طبعا احنا ايه كل دوت الكيك في الفرن، على ما يستوي هنكون حضرنا الكريمه وعملنا الكراميل اهو. حطيت كده مكعبات من التلج، عليهم كوبايه من الميه، عليها كوبايه من الكريم شانتيه. بس عامه انا رجعت حطيت نص كوبايه ميه تاني عشان للامانه كوبايه الكريم شانتيه اخدت مني كوبايه ونص ميه، عشان الكريم شانتيه دوت آه يعني خام. تمام. وحطيت له معلقه واحده بس من السكر، عشان خاطر انا مش عايزه السكر يبقى زياده قوي، لان الكيك فيه سكر والكراميل اصلا كله سكر. فحطيت معلقه واحده بس من السكر عشان خاطر يبقى السكر مظبوط معايا، يبقى المعدل بتاعه مظبوط. لو انت جايبه الكريم شانتيه بتاعك محلى، خلاص مش مشكله، ضيفي الميه على الكريم شانتيه واضربيهم ببعض من غير اي سكر. لو جايباه خام زي ما انا جايباه خام كده، ضيفي له السكر حسب الطعم اللي انت تحبي تدوقيه. انا حطيت كده كوبايه ونص من الميه على كوبايه كريم شانتيه على معلقه واحده بس من السكر، وضربتهم لحد ما وصلوا للقوام اللي انتوا شفتوه دوت. وهنا بقى الكيك كان طالع خطير خطير خطير، اسفنج كده وهش وحاجه يعني ما شاء الله، كان خطير. سبته بقى ان هو يهدى شويه، اختبرته طبعا بخلة كده اسنان او عصايه شيش طاووق او بسن سكينه في نص الكيك مش على الحرف. في نص الكيك كده طلعته، دخلت فيه كده وطلعته، لقيته ما بيطلعش اي عجين، فعرفت ان هو استوى. هبتدي بقى ان انا اقشر الوش دوت، عشان خاطر لما اجي اسقيه بالحليب يتشرب معايا. هو اصلا الوش لوحده كان فاصل من الكيك، يعني ما شاء الله كان حلو جدا. هديها كده بقى كام تخريمه كده بالعصايه. طبعا بعد ما قشرت الوش وشلت ورق الزبده، رجعتها تاني في نفس الصينيه اللي سويت فيها، وكام تخريمه كده. وهسقيها بقى بكوبايه كده من الحليب. بتحب الحليب يبقى زياده فيها قوي، يبقى اديها كوبايتين كده من الحليب. انا اديتها كوبايه واحده بس، وكانت مظبوطه معايا. بتحبيها بقى غرقانه كده في اللبن، وشاربه لبن حلو قوي وغرقانه كده عايمه في اللبن، ضيفي لها بقى ايه كوبايتين 3 من الحليب. كل ما تديها هتشرب معاكي، مش هتقولك لا.
بعد ما حطيت كده الحليب وسقيت الكيكه بالحليب، هروح نازله عليها كده بالكريم شانتيه اللي احنا عملناه، وهفرده بقى كده في الصينيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك. هنضف بقى حافة الصينية، هنضف بقى كده حافة الصينية من الكريمة، وهسوي الكريمة دي كلها كده لحد ما تبقى مسطرة كلها سوا بعض كده، وادخلها بقى التلاجة. يعني انا بصراحة حطيتها في الفريزر، يعني هتحطيها في التلاجة حطيها نص ساعة، تحطيها في الفريزر هم 10 دقايق. انت دخلتها الفريزر بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة تقريبا، وبعد كده خرجتها وصبيت عليها بقى الكراميل. الكراميل بتاعي كان برد تماما تماما، كان برد خالص، الكراميل اللي كان برد خالص. والكيكة دخلتها طبعا التلاجة، فالكيكة الكريمة كمان كانت مسكت، يعني الكريمة كانت ساقعة والكراميل كان بارد. لو حطيت الكراميل سخن على الكريمة هيتفاعلوا مع بعض، والكراميل هيدخل في الكريمة، والاتنين كده هيبقى شكلهم مش لطيف. لازم الكراميل بتاعك يكون بارد تماما، وتكون برضو الكريمة قعدت شوية في التلاجة كده مسكت نفسها وبقت ساقعة. تمام كده، عشان تقدري ان انتي تفرديها كده تتفرد معاكي بمنتهى السهولة من غير ما الكراميل يختلط بالكريمة. تمام كده. هبتدي بقى ان انا افرد الكراميل دلوقتي كده بالشكل ده على الصينية كلها برضو. عندي بقى شوية كريمة من اللي احنا عملنا بيهم الطبقة التانية اللي احنا عملناها، شوية كريمة كده خففتهم بشوية مية، هبتدي اعمل بهم الخطوط كده اللي هعمل بيها شكل التريليتشا. التجعيزات اللي هي بتبقى المجزعة دي رايحة جاية كده. هعمل خطوط كده بالكريمة الخفيفة، وهبتدي بقى اجيب خلة اسنان، عصاية شيش طاووق، سن سكينة، اي حاجة، وهبتدي ايه افضل رايحة جاية كده بالشكل ده لحد ما تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش اسهل من كده، مش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود، وهتعمليها سهلة قوي، ومكوناتها كلها تقريبا عندك في البيت. ممكن الحاجة الوحيدة اللي انتي تشتريها الكريمة، السكر موجود، البيض موجود، الحليب ممكن، بس ايه لو هقولها تشتري حاجة من بره هيبقى ايه الحليب والكريمة. طريقتها سهلة أوي. هدخلها بقى التلاجة تمسك شوية، وبعد كده ايه نقطعها بقى ونقدمها مع بعض بقى بأي شكل انت تحبيه وبأي طريقة انت تحبيها يا ست الكل. عملناها بطريقة سهلة قوي، ومن غير دي سبونش، ومن غير تعقيدات، ومن غير حاجة خالص، بالمكونات كلها موجودة عندك في البيت، مش تاخد منك وقت خالص، الطريقة سهلة جدا. جربيها وان شاء الله بإذن الله تعجبك، وهستنى رأيكم لما تجربوها في الكومنتات. ما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. هوريكم دلوقتي شكلها من جوه حاجة كده خطيرة، والطبقات بتاعتها مظبوطة قوي، مسطرة. بصوا، انا بحب علو الكيك ده قوي، مش حابة ان الكيك يبقى اقل من كده، انتي حابة اقل من كده براحتك. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، جربوها وهستنى رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.